أول مرة أنا سمعت عن كشري، أنا ما عرفتش أتخيل طعمه إزاي، عشان أنا كنت عارف كل مكونات لوحدهم بس مش مع بعض. أكلتهم في حياتي مرات كتيرة بس مش في طبق واحد. بس فعلا أنا بحب كشري جدا جدا جدا. الوصفة دي لذيذة قوي. وعلى فكرة أنا مش طباخ ولا بعرف عربي كويس. هبدأ بالصلصة. أنا بحبها بالبصل، بقطعه صغير وأنزل بيه على الزيت. بعد كده الثوم وأقلب شوية. قصرت طماطم وهحطها في الحلة. هستخدم فلفل أسود، كزبرة وكمون كتير، وأكيد ملح، وأقلب كله مع بعض وهسيب الصلصة تتسبك. وبعمل مكرونة سباجيتي وملوية، رز وعدس، وبعمل عدس كمان بكمون. دقة الخل هي اللي بتخلي الطبق ده مميز. هوريكم بعملها ازاي. بقطع فلفل حامي وأفرم الثوم، ومعاهم فلفل أسود وكمون كتير. ممكن دي بقت دقة سمك مشوي شوية. هسخن طاسة فيها خل وعصير ليمون ومية، وأزود الدقة، وتاني أنا أقلب شوية. دلوقتي الدقة جاهزة. عشان بحب الأكل الحامي قوي لازم أعمل الشطة. في نفس الطاسة هسخن زيت مع شطة. أنا بستخدم كاين وهابانيرو، دي فعلا حامي قوي. لما عيني تحرقني هحط الخل وسلطة الطماطم. ودلوقتي زوري بيوجعني كمان عشان مليش مزاج أقلي بصل، اشتريته جاهز. أخيرا أنا عملت الكشري. الترتيب مهم بالنسبة لي. هبدأ بالرز، وبعد كده مش المكرونة، ده مش صح. دلوقتي العدس، وفي الآخر المكرونة، وبعدين دقة كتير كتير قوي، والصلصة كمان كتير أنا بحبها، والشطة، وأكيد تاني كمون. في الآخر أنا بحط البصل المقرمش وخلاص. فعلا طعمه لذيذ قوي، وانا بحب الوصفة دي عشان سريعة وسهلة قوي. ولما انا كسلان انا بطبخ ده وانا فرحان قوي. والوصفة دي اسمها كشري.